بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم المهندس سعيد من قناة دليل المهندس سعيد. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو ازاي تغير درجة برودة مبرد المية اللي عندك. وتاني حاجة هنتكلم فيها، لو مبرد المية عندك فصل كهرباء خالص، ايه اكتر حاجة ممكن تعملها بدون استدعاء فني. يلا بينا نبدأ. طبعا ناس كتير يا جماعة فاكرة ان مبرد المية ما ينفعش ان انت تزود درجة برودته او تقللها، فساعات بيشربوا المية يلاقوها باردة جدا او يلاقوها سخنة شوية، ومش بيعرفوا يتحكموا في البرودة، وفاكرين ان مفيش زرار تحكم في مبردات المية. النهاردة هقول لكم ازاي تتحكموا في درجة البرودة اللي موجودة في المبرد. طبعا لو بصينا هنا في ظهر المبرد مش هتلاقي اي زرار للتحكم في البرودة، بس هتلاقوا في ستيكر موجود فيه اهو: temperature has been set up please don't adjust it، اللي هو الستيكر ده. تمام، المفروض الشركة مظبطة برودة المية بتاعة المبرد بتاعك على درجة معينة. هو حاطين الستيكر ده عشان محدش يلعب في السيرموستات بتاعة المبرد، عشان ما حدش يفضل يزود البرودة ويقللها كتير، وده بيؤدي لتلف في الموتور. فعشان كده هم عاملين درجة الحرارة على درجة متوسطة في المبرد. ولكن لو انت عايز تعدل البرودة بكل بساطة، هتحاول بضفرك كده تشيل الستيكر ده. مش لازم تشيله على الاخر، انت مجرد هتشيله كده شوية صغيرين، تمام، لحد ما تلاقي اهو المسمار بتاع السيرموستات ده. يا جماعة المسمار بتاع السيرموستات، واللي تقدر تعدل بيه درجة البرودة بتاعت مبرد المية. تمام، فاحنا دلوقتي اهو شلناه بدرجة بسيطة، وهنبتدي نعدل بأي مفك عادة. يعني أول حاجة بتجيبها مفك عادة، أي مفك عادة عندك، وبتروح حاطط المفك على المسمار بتاع السيرموستات. كل ما تلف المسمار مع عقارب الساعة كده، انت كده بتزود البرودة. يعني كل ما تلف ومع عقارب الساعة انت كده بتظبط السيرموستات على ان هو يزود البرودة. طب لو لفيناه العكس، لو لفيناه دلوقتي من الشمال لليمين كده، اللي هو عكس عقارب الساعة، انت كده بتقلل البرودة بتاعة المبرد المية. فاهو ممكن تلفه يمين او شمال وتظبط البرودة لغاية لما تحس ان المية كويسة بالنسبة لك. بعد ما تخلص وتوصل لدرجة البرودة المناسبة عندك، هتعمل ايه؟ تروح مرجع الستيكر زي ما كان اهو. بنرجعه زي ما كان اهو، نضغط على الجوانب بتاعته ونحاول نفرغ الهواء منه عشان يرجع زي حالته الطبيعية، اكنك ما عملتش حاجة في المبرد. طب مجرد ان انت ظبطت درجة البرودة على البرودة اللي انت عايزها وبس كده خلاص. حاول ما تظبطش البرودة كتير جدا عشان ما تفضلش تلعب في السيرموستات زيادة او نقص كتير. بس ده اول موضوع نتكلم عنه النهارده. تاني موضوع بقى يا جماعه، ناس كتير قوي بيحصل مشكله عندها في الكهرباء او قفله في الكهرباء، او النور بيقطع وبيجي تاني، وبعد كده بتلاحظ ان مبرد الميه مش شغال عندها، وطبعا بتستدعي الفني. والموضوع كله بسيط. اي مبرد ميه يا جماعه في فيوز ورا اهو، ده فيوز بتاع مبرد الميه. ايه فايده الفيوز ده؟ فايده الفيوز ده ان لو حصل مشكله في الكهرباء هو بيحمي المبرد كله. يعني الفيوز هو اللي بيفصل وتمام وبيحمي المبرد كله. طب انت عشان تحل الموضوع تعمل ايه؟ مجرد ان انت بتغير الفيوز ده. لما تغير الفيوز ده بتحل المشكله. طيب ازاي اغير الفيوز؟ بكل بساطه بتلف الفيوز اهو، تمام كده، وبتطلع الفيوز، بتبص عليه، بتشوف الفيوز ده كده محروق ولا لا، هل في حرق في الفيوز ولا لا. لو ما لقيتش حرق زي كده، هو بتلاقي فيه سلكه رفيعه جوه، تمام، لا اما بتلاقيها محروقه لا اما بتلاقي السلكه زي ما انتم شايفين، السلكه عاديه جدا ظاهره اهي. لو لقيت حرق هنا بتغير الفيوز ده، بتروح عند كهربائي وبتغير الفيوز بفيوز زي ده بالظبط، تمام. طيب لو ما لقيتش حرق، يبقى المشكله هنا مش من الفيوز، يبقى بترجع الفيوز مكانه. بس غالبا لو حصل مشكله في الكهرباء الفيوز ده اول حاجه بتبوظ، تمام. عشان كده هو حاطط لك الفيوز ده، عشان مجرد ان انت تغير الفيوز الصغير ده يبقى انت كده حميت المبرد بالكامل من غير ما تستدعي فني كهرباء. بعد كده بتروح موصل الفيوز مرة تانية اهو،
زي ما كان، وتتأكد ان انت قفلته على الاخر. طبعا ناس كتير لما بتيجي ان هي تقفل الفيوز او ترجعه زي ما كان بتلاقيه مش راضي يرجع زي ما كان. ليه بقى يا جماعة؟ لان احنا المفروض الفيوز مش بيركب كده وخلاص، مش مجرد ان هو بيتلف، لا ده بتضغط عليه الاول، بتضغط عليه ضغطة كده خفيفة لجوه وبعد كده بتلفه. يبقى لما تيجي تحط الفيوز لازم تضغط عليه ضغطة خفيفة كده وتلفه اهو مع اتجاه عقارب الساعة اهو. تمام اهو. وتتأكد ان انت قافله على الاخر. بس كده رجعنا الفيوز زي ما كان. لو ليكم اي اسئلة بخصوص اي اجهزة كهربائية او اي حاجة بخصوص التشطيبات الكهربائية للبيت، ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات. كان معاكم المهندس محمد سعيد. تنسوش تشتركوا في القناة واعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا.